بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل كيك الموز بالكراميل. كيكة جميلة جدا. معايا 150 جرام من السكر، يعني حوالي 3/4 كوب سكر. هناخدهم على النار يتكرمل، وهضيف عليهم الزبدة زي ما شفتوا كده لحد ما تسيح وكل يدوب في بعض. معايا كمان دولي 3 أصابع من الموز، هقسمهم نصين كده. طبعا ده بعد ما غسلته كويس قوي نضيف يعني بقشره. ايوه بقطعه وهو بقشره عشان اعرف اتحكم فيه. هرصه في الصينيه كده، بس انا نسيت بصراحه ورصيته في الصينيه ورجعت شيلته تاني. المفروض احط الكراميل الاول، لكن انا هشيله دلوقتي وهحط الكراميل الاول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الكيكة دي جميلة جدا وسهلة وبسيطة، ما فيهاش اي تكلفة، جميلة فعلا يعني. بصراحة الولاد عجبتهم جدا جدا، يعني طعم الموز وطعم الكراميل مع الموز والزبدة، ريحة كانت طالعة وهي في الفرن، ريحة جميلة فوق ما تتخيلوا يعني. زي ما شفتوا كده نزلت الكراميل في الصينية ورصيت عليه الموز. معايا 3 بيضات، ونزلت عليهم 100 جرام سكر، يعني نص كوباية سكر، ومعلقة صغيرة من الفانيليا، وكمان معلقة صغيرة من الخل. الخل دون بحطه على البيض علشان ريحة البيض ما يكونش فيه اي زفارة. وكمان معايا 100 جرام زيت عباد شمس او اي زيت ما يكونش له ريحة، حوالي نص كوباية يعني زيت. ومعايا كوباية من الحليب ضفتها وقلبت كويس. والدقيق انا معبراه بالكوبايه دي، هو 300 جرام دقيق. حوالي مش حوالي، هو 3 كوبايات الا ربع. طبعا احتاجت لبن تاني. هنقلب كويس قوي لحد ما تدوب كلها كويس في بعضها. اقلب الدقيق كويس قوي، ويعني انا كنت حاطه كوبايه الا ربع الاول، فجبت كمان ربع كوبايه دون عشان لقيتها محتاجه. الدقيق بيختلف من مكان لمكان، يعني هي مفروض كوبايه الا ربع، وممكن كمان تضيفي نص زبادي ونص حليب او لبن. الزبادي برضو بيدي طعم كويس خالص مع الكيك. قلبناهم كويس وفضيتهم على الموز. نسيت افتح الكاميرا وانا بفضي من الاول بصراحه يعني، فمش مشكلة، هو مفيش اي اضافات تانية غير اللي شفتوها. طبعا هي خدت في الفرن حوالي نص ساعة، 30 دقيقة بالظبط. خدت وقت يعني. بصراحة ريحتها كانت طلع حاجة جميلة كده. جربوها ومش هتندموا، يعني حاجة جميلة جدا. شايفين بقى شكلها تحفة بصراحة، والطعم بقى أجمل، بجد جميلة جدا. يعني مش عارفة اوصفلكوا جمالها وحلاوتها، حاجة كده وسهلة ومفيش اي مشكلة خالص، جميلة. شايفين عاملة ازاي يعني. بصراحة الصينية مش هيبات منها حاجة. انا لسه عاملاها دلوقتي قلت اسجل الفيديو وانزله على طول، يعني عشان هيبات منها حاجة ما افتكرش يعني. ما شاء الله عجبتهم جدا، حاجة تحفة كده. كلنا عارفين طعم الموز كويس مع الكراميل والموز والزبدة وكده بقى ايه.